مخزون الحديد لو عالي قوي ممكن يسبب تساقط للشعر، ولو قليل قوي ممكن يسبب تساقط للشعر. الفيديو ده هو اول فيديو هنناقش فيه ازاي نعرف صحة شعرنا من تحاليلنا، وهنا هنتكلم عن مخزون الحديد. لان في الحالة الاولى ان هو بيكون عالي فيها لازم نفهم ان الجسم بيعاني معاناة كبيرة جدا وهنفهمها خلال الفيديو. ولو قليل جدا يبقى طبعا مناعة الجسم رايحة في داهية، وهنا بيبقى اسمه تساقط تفاعلي وتساقط كاربي مع بعض. مبدئيا من اهم التحاليل اللي بتتعمل للعنايه بصحه الشعر وان انا اشوف صحه جسمي وشعري وضوافري هما السي بي سي وهي صوره الدم الكامله ومخزون الحديد. الفيديو ده انا هناقش تحديدا مخزون الحديد. الفيريتين. الفيريتين علميا ونظريا وتطبيقيا هو اسمه Inflammatory and Immunological Indicator، يعني المؤشر المناعي والالتهابي للجسد. هي الحاجة اللي لما بشوف الرقم ده بعرف إذا كان الجسم مناعته كويسة ولا لأ، أو هو في حالة التهاب ولا لأ. الفيريتين بالنسبة للنساء السكيل بتاعه بيختلف عن السكيل بتاع الرجالة. يعني النساء المفروض ان نسبة الحديد بتاعتها او مخزون الحديد لا تقل عن 60 ولا تزيد عن 90. اما بالنسبة للرجالة لا تقل عن 70 ولا تزيد عن 140. اول ما بنقل عن الارقام اللي احنا قلناها دي بنبدأ نفكر ان في وضع مناعي مؤذي في الجسم، يعني مناعة الجسم قليلة، لان جزيئات الحديد اللي بتتصدى مع جزيئات الماكروفيجز او الجسيمات المناعية في الجسم مش موجودة، فبالتالي بنلاقي ان الجسم مليء بالطفرات والفري راديكلز اللي بتسبب اذية كتير قدام. ده كده بالنسبة لمخزون الحديد لما بيقل فعلا الجسم بيحصل له ضرر كبير جدا في الوضع المناعي. اما بالنسبة للوضع الالتهابي فهنا لما بنلاقي مخزون الحديد اعلى من الارقام اللي احنا ذكرناها الجسم بيدخل في حالة طوارئ شديدة لما بيحصل له التهاب شامل في الجسم، زي بعد العمليات الجراحية وبعد الحوادث وبعد الولادة وبعد الصدمات والحالات النفسية الشديدة. بيعلى فيه حاجة اسمها اوكسيديتيف ستريس. الضغط التأكسدي ده لما بيعلى وعوامل الالتهاب في الجسم لما بتزيد الجسم بيخش في حالة طوارئ شديدة، فبيبدأ يخزن بشكل هستيري الحاجة اللي بتخليه يحس بأمان. طب ايه الحاجة اللي بتخلي الجسم يحس بأمان؟ هو مخزون الحديد بتاعه اللي الجسم حاطط في الاعتبار ان هو بيستخدمه علشان يتصدى للفري راديكلز والعوامل الخارجية اللي موجودة، فيبدأ الجسم يخزن مخزون الحديد بشكل هستيري. عشان كده ومعظم اللي متابعني من زمان عارف ان انا بشتغل في مستشفى فيروسات وحميات. عشان كده وقت الكوفيد لما كان بيجي لنا حالات ومعهاش ميزانيه انها تعمل مسحه الكورونا او البي سي ار، كنا بنخليها تعمل تحليل السي ار بي او السي رياكتيف بروتين اللي بيعمل كشف عن الاجسام المضاده بتاعه الفيروسات في الجسم، ونخليها تعمل تحليل مخزون الحديد. عشان لو مخزون الحديد عالي جدا ومرتفع في الجسم بنعرف على طول ان الجسم ده ملتهب وفي حالة مناعية وفي طفرة مناعية شديدة، وبنسبة 90% كنا بنقول ان الجسم ده وقتها عنده كوفيد، لان هي كان فترة وباء وده السبب الوحيد والرئيسي وقتها لحدوث الالتهاب وتفاعلات داخل الجسم كده. لكن احنا حوالينا حاجات كتير وفاكتورز كتير دلوقتي ممكن تسبب هذه الالتهابات، زي التهابات المفاصل والنقرس وزيادة اليوريك أسيد والتهابات القولون والمعدة، وكمان جرثومة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي والقولون العصبي في العموم. في حاجات كتير قوي، حتى تكيسات المبايض وبعض حالات الغدة وغيره بتبين وجود التهاب شديد جدا في الجسم. حتى عدم العناية بالجسم وأخذ مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والمكملات الغذائية اللازمة ممكن توصل الجسم لأن هو يدخل في حالة الالتهاب الشديد دي فقط بسبب اهمالنا لجسمنا، وان جسمنا مش بنشرب له ميه بشكل كافي، مش بناخد له مضادات التهاب ومضادات اكسده. وكل ده طبعا بعد 3 شهور من ارتفاع العوامل الالتهابيه بيدخلنا في تساقط كاربي شديد جدا. نفهم من كده وقت ما تحليل مخزون الحديد بيرتفع بفهم على طول ان الجسم فيه عوامل التهابيه زياده والتهاب شديد جدا. وقتها بيكون الحديد inflammatory indicator في الجسم، يعني مؤشر التهابي. بفهم منه ان الجسم في حالة التهاب شديد، وببدأ اتدخل ان انا اخد مضادات التهاب ومضادات اكسدة وبمشي بروتين مظبوط جدا من المكملات الغذائية. هنلاقي صحتنا، وشنا، شعرنا، لمعة شعرنا وطول شعرنا احسن بكتير.
لما انظم تحاليل. لازم نعرف ان علاج الشعر داخليا قبل ما يكون خارجيا بشويه ماسكات ومكملات. اتصرف ازاي بقى؟ في الحاله الاولى لما بلاقي مخزون الحديد واقع عن العادي، طبعا بلجأ ان انا اخد مكملات غذائيه من مخزون حديد وحاجات بتدعم امتصاص الحديد من الاكل، وده هنعمل له فيديو لوحده. اما لو لقيت مخزون الحديد مرتفع جدا، ببدأ انظم مكملاتي الغذائية، مضادات الاكسدة ومضادات الالتهاب رقم 1، وشرب الاعشاب، غذاء الكويس والعلاج الطبيعي هم برضو خط دفاع اول، علشان ما اكونش باخد مكملات كتير. لو حابين ان احنا نعمل فيديو عن الحالة المناعية الأولى وإزاي أرفع مخزون الحديد بشكل مناسب، قولولي في الكومنتات. ولو محتاجين فيديو إزاي نخفض شوية من مخزون الحديد، برضو سيبولي في الكومنتات، وكل واحد فيكم هيعرف حالته طبقا لتحاليله. السؤال اللي ممكن يجي في ذهن البعض وبختم بيه الفيديو، بخلاف إن احنا المفروض نطمن على نفسنا من 4 مرات لمرتين في السنة، ازاي اعرف ان انا محتاجة احلل مخزون الحديد؟ لما مخزون الحديد بيوطى قوي عن الطبيعي، بلاقي ان بيحصل هبوط، شحوب في الوجه، تساقط في الشعر، واجهاد من اقل حاجة، وامراض كتير، مفيش مناعة، كل دور برد بيعدي عليا، اي فيروس او اي فطر بيعدي عليا بتعدى منه، مفيش مناعة في الجلد، في الجسم المطلق مفيش مناعة في الجسم، وضعف عام، وهبوط في الدورة الدموية، صداع بعد الأكل، الوش بيخس أول حاجة، مفيش خدود، مفيش نضارة في الجسم عامة. ده كده المؤشر اللي يخليني اعرف ان مخزون الحديد قليل، لازم اروح احلل. ايه بقى الحاجه اللي بتظهر لي ان مخزون الحديد عندي مرتفع؟ تساقط الشعر هو المؤشر الرئيسي في الحاله دي. سبحان الله، بلاقي ان تحليل الهيموجلوبين كويس، وبلاقي ان كل حاجه كويسه، لكن عندي تساقط شعر غزير جدا، وبيكون شامل الجسم كله، الشعر والمناطق الحساسه، بلاقي كل بصيلات شعري في الجسم بتتساقط تساقط كاربي. وقتها ببقى فاهمه ان الجسم العوامل الالتهابيه اللي فيه بتعلى وبتزيد، لازم اروح احلل حديد واقلل شويه معدل الحديد ده. هتيجوا تسالوني يا دكتور هو ايه الاصعب، رفع مخزون الحديد ولا خفضه؟ هقول لكم خفضه، لان صعب جدا ان انت بطرق طبيعيه وبالاعشاب والمكملات تتحكم في الالتهاب اللي موجود في الجسم. انت كده حميت الجسم من الشيخوخه والاكسده والسرطانات، لان اخرها كانت هتبقى وحشه قوي. اي حد بيهمل عوامل الالتهاب في جسمه وما بياخدش مضادات اكسده ومضادات التهاب بيعجز بسرعه، شيخوخه وكرمشه وتجاعيد في الوجه، اسمرار، كمان شحوب دائم في الوجه، والحاله الصحيه بتبقى مش كويسه خالص. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد. قولوا لي اي حاجه محتاجينها في التحاليل تعرفوها، او محتاجين تعرفوا ايه تاني عن صحه شعركم وبشرتكم عن طريق التحاليل، وقولوا لي تحاليلكم ايه ومحتاجين تعرفوا ايه. هل ايه اكتر فيديو انتم محتاجينه، نرفع منسوب الحديد ولا ننزل منسوب الحديد؟ اعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لعدد ناس كتير، ادعموني عشان نقدر نستمر في فيديوهات اليوتيوب مع بعض، لان انا عارفه قد ايه فيديوهات نافعه. اعملوا فولو على السوشيال ميديا عشان هناك في محتوى مختلف ونقدر نتواصل مع بعض بشكل اسهل، واعملوا سبسكرايب وشغلوا الجرس لو انتم مش مشغلينه عشان اي فيديو ننزله يوصل لكم على طول. ميرسي جدا ان انتم شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.